حماتي قالت لي افرمي لسانك، قلت لها افرمي انت ودنك، والدنيا قايمه عليا ما قعدتش بسبب الكلمه دي، وجوزي مغلطني وراسه بألف سيف، لو ما نزلتش بوسط ايديها ورجليها لا يروحني عند امي غضبانه. كل اللي حصل ان انا كنت نازله اخد الكبه بتاعه البصل دي من عند حماتي، كانت مستلفاها مني. المهم نزلت وبقولها يا حماتي هات الكبه اصل انا طالعه افرم بصل. راحت رد عليا وقايله لي عندك جوه في المطبخ، بس قبل ما تفرمي البصل ابقى افرمي لسانك اللي نازل طول الليل قر مع جوزك، وعايزه وطلبات وعايزه وهات، وبتتكلمي على ده وبتتكلمي على دي ومش مبطله كلام في ودن الراجل. رحت انا رد عليها وقايله لها طب هاتي الكبه، بس يمكن قبل ما اخدها واطلع تحبي تفرمي ودنك اللي قاعده وسمعانا كده ومتصنطه علينا وراميه ودنك في الشباك عشان تسمعينا طول الليل، بدل ما تنامي عشان تعرفي تصحي الفجر تصلي لك ركعتين. طبعا ليه وليه انا قلت لها كده، ما قطعاني والدنيا مقلوبه عليا وقايله لكل ولادها وكلهم متخانقين معايا، وجوزي راسه ألف سيف، لو انا ما نزلتش اتأسفت لها وبوست راسها وبوست ايدها وبوست رجليها